امسك موبايلك دلوقتي واعرف عليه ضريبة كام، وربنا يسترها على الناس اللي هي معاها ايفون، لانهم بيدفعوا بال20,000 وبال17,000 وبال22,000 وبال25,000. ربنا يسترها عليكم، ويلا بينا عشان نشوف موبايلنا عليه ضريبة كام. يلا بينا. كل اللي عليك هتضغط على المتجر بليه، وهتيجي هنا في السيرش هتبدأ تكتب تليفوني باللغة الإنجليزية. هيظهر معاك بالشكل ده، هتضغط عليه. هتبدأ تثبت التطبيق. بعد ما تثبت معاك بالشكل ده كده هتطلع خالص، هتلاقيه نزل معاك بالشكل ده على الموبايل بتاعك. هتضغط عليه. هنا طبعا بيقول لك ابدأ بالشكل ده كده. تمام. طيب هتجيب بقى العلبة بتاع الهاتف بتاعك، وتبدأ تجيب الكود او رقم الاي ام اي اي. تمام. طيب لو ما عندكش الكرتونة او العلبة، كل اللي عليك هتيجي عند لوحة المفاتيح بالشكل ده كده، وهتبدأ تكتب نجمة شباك 06 شباك. تمام. هيبدأ يظهر معاك الاي ام اي اي. تمام. للشريحتين، عندك الشريحتين اهم، ده الكود بتاعهم. تمام. كل اللي عليك هتنسخ واحد منهم وتجربه، وتنسخ التاني وتجربه. تمام. بعد ما تنسخه هتروح بقى، بعد ما تنسخ الكود هتروح على تطبيق تليفوني، وهتيجي هنا في البحث هتبدأ تكتب الكود. تمام. وتأكد ان انت بتكتب الكود من غير اي ام اي اي. تمام. يعني تكتب الكود بس، والحروف باللغه الانجليزيه الاي ام اي اي. بلاش تكتبها، عشان لو رسختها وحطيتها مش هينزل معاك على طول، لازم تكتبه ارقام فقط وتقول استعلام. هنا طبعا بيقول لك عدد الارقام التعريفيه 2، يعني شريحتين. تمام. هنا المبلغ المستحق 0 جنيه مصري، يبقى انا كده ما عنديش ضرايب في تليفون